انت كسوداني شايل هم الضحيه مالك من هسه، شايل هم وانا ما قادر اضحي وانا ما قادر اسوي وانا واي واي واي، والسنه اللي فاتت ضحيت والسنه دي ما قادر اضحي. ليه شايل هم للضحيه انت؟ انت كسوداني في شنو ما ضحيت به قبل كده مثلا يعني؟ وريني حاجه معينه انت ما ضحيت بها، ضحيت بعمرك، ضحيت بحياتك، ضحيت كونك انت عشت في السودان لحد الان يعني وما جنيت، دي برا باعتبارها تضحيه ما بتتنسي يعني. فما في حاجه واحده تخليك انك انت شايل هم الضحيه وشايل هم انك تجيب لك بهيمه تذبحها يعني. وخلي الحاجه في وقتها، لكل حدث حديث يعني في الاخر يعني. اشتركوا 3 4 نفر يجيبوا لكم خروف مخصي اطبحوه يعني، وين المشكله؟ اشتركوا 3 4 يجيبوا لكم نعجه مثلا ما حامل اطبحوها ما يحشر لكم. طبعا في سماتره ومسبابين كده، الواحد عارف البهيمه شايله ومايله وبيقوم ببيع عليك، فدي حاجه احنا حنرجع لكم وحندبل لكم وما حنخليكم. فخليك عارف ومتيقن تماما انك انت ضحيت بكل انواع التضحيه يعني. فانت من هنا لقدام لو عندك 60 سنه ما ضحيت فما مشكله، انا اضمنها مني انا. فزول اخبش انا بقول لك اضمن عليك، فكفايه انت مضحي بعمرك يعني. وفي الاخر بقول لك فالناس ما تياس يعني. السوداني ارفع راسك فوق وامشي يا معلم، كلام فارغ.